يبدو أن السيدة المندوبة العامة للطفولة أو المندوب العام للطفولة انتبهت بعد 6 أشهر من عرض برنامج الصميم، الحلقة الخاصة بأطفال الشوارع. يبدو أنها انتبهت الآن أن هنالك أطفال في الشوارع، يبدو أنها انتبهت الآن أنه فما أطفال مشردة، أنه فما أطفال مش نهتموا بهم، فما أطفال يقع الاعتداء عليهم جنسيا، فما أطفال ضايعين. السيدة المندوبة الحمد لله أنه جاء برنامج الصميم باش تنتبه، المندوبة العامة للطفولة اللي تابعة لوزارة المرأة انتبهت الآن بعد 6 أشهر من عرض حلقة أطفال الشوارع، وقدمت قضية. خرجت الآن من البحث، أدليت بشهادتي أو أدليت برأيي. الحلقة لم تعرض أي طفل للخطر، الحلقة غطت الأطفال اللي تعرضوا إلى اعتداءات، غطت وجوههم، غيرت أصواتهم، وبالمقابل خلينا الأطفال اللي يبيعوا في المسموم واللي يبيعوا واللي يقع استغلالهم اقتصاديا. أعتقد أنه هما قاعدين يصوروا فيهم يوميا، السياح يصوروا فيهم، الكبير والصغير يصوروا فيهم، يشتروا من عندهم في المسموم، نراوهم في اللي حوالت نتاع الميكانيك وغيرهم. يا مندوبة الطفولة اتلهاب أطفال تونس.